أوقفت الشرطة القضائية بمدينة بن قرير مساء الأربعاء ضابط أمن ومقدمة شرطة العاملين في الدائرة الأمنية الثانية بالمنطقة الأمنية لبن قرير بإقليم رحامنة على خلفية شبهة تلقيهم رشوة قيمتها 50 درهما. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شكاية من مواطن عبر الخط الأخضر التي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والفساد، حيث اتهم فيها الموظفين بطلب رشوة مقابل تسليمه وثيقة إدارية. وبناء على هذه الشكاية تلقى وكيل الملك لدى الابتدائية بن قرير تعليمات للبحث في الموضوع، فتم الاستماع إلى المشتكي وتوثيق أقواله في محضر رسمي. وبعد ذلك جرى التنسيق مع الضابطة القضائية لتنفيذ كمين أمني بهدف ضبط مقدمة الشرطة في حالة تلبس بتسلم الرشوة. وقد جرى وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما أمام وكيل الملك لاستكمال الإجراءات